انتهت أطوار مباراة المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي على وقع نتيجة 2-1، حيث سجل في الدقيقة 29 سفيان بوفال، وعادل منتخب البرازيل في الدقيقة 67 من خلال كازيميرو. وجاء هدف الفوز للمنتخب المغربي في الدقيقة 79 من خلال الصابيري. ويعتبر هذا الفوز التاريخي هو الأول عربيا من خلال جميع المباريات التي جرت بين منتخب السيليساو والمنتخبات العربية، وبذلك يصبح المنتخب الوطني المغربي هو المنتخب العربي الوحيد الذي صعد إلى نصف نهائي كأس العالم، والمنتخب العربي الوحيد الذي كسر عقدة البرازيل مع المنتخبات العربية، لكي يؤكد للعالم بأسره أن بلوغه نصف نهائي كأس العالم لم يكن محض صدفة، وإنما هو عمل وجهد متواصل للإطار الوطني المغربي وليد الركراكي والطاقم التقني المرافق له، وأيضا اللاعبين ورئيس الجامعة السيد فوزي القشع تحت إشراف الملك محمد السادس نصره الله. ويعتبر الجمهور المغربي العلامة البارزة في كرة القدم المغربية، حيث برهن في مناسبات عديدة لا سيما في مونديال قطر ولا حتى في مباراة اليوم، لكي يقول للعالم أنه شعب يعشق ويتنفس كرة القدم، في رسالة واضحة إلى رئيس الكاف باتريس موتسيبي ورئيس الفيفا جياني إنفانتينو، وأننا شعب يستحق شرف تنظيم كأس أفريقيا 2025 وشرف تنظيم كأس العالم 2030 في ملف مشترك ثلاثي بين المغرب، إسبانيا، البرتغال، خصوصا بعد أن أثبت المغرب نجاحه في تنظيم عدة تظاهرات كان آخرها كأس العالم للأندية البطلة. وفي تصريح لوليد الركراكي فور انتهاء المباراة قال فيها: أول مرة سننتصر على البرازيل، هذه الكتيبة يقومون بما عليهم، الشوط الأول كنا رائعين، وفي الفصل الثاني كان هناك عياء وإصابات، وتابع أيضا حكيمي لعب مصابا ومرابط كذلك، وأناحي أكمل رغم الإصابة. أعجبني الشوط الثاني رغم الضغط، اللاعبون لم يستسلموا، والفوز أمام الجمهور هو ما كان أو كنا نبحث عنه كي نقول شكرا لهم. وواصل أيضا: هذا الشعب يحبنا ونحن كذلك، ودائما سنقاتل من أجله، إذا حققنا النتيجة فالحمد لله، وإذا حدث العكس سنؤكد أننا سنقاتل، المهم الآن هي فرحتهم. وقال الركراكي في الندوة الصحفية التي تلت نهاية المقابلة: نريد الظفر بكأس أفريقيا، لكن عندما نقول أننا نريد الفوز بالكأس الكثير من الناس تستخف بالأمر. وأردف قائلا: الآن نحن نشتغل ونعلم جيدا أن أفريقيا صعب جدا، وأي منتخب سيرغب بالفوز علينا مستقبلا، والأهم هو أن نستعد، أنذر النية. واختتم قائلا: كأس أفريقيا إذا كانت مكتابة غنجيبوها، وإذا ما مكتاباش غنزيدو نخدمو. ويشار إلى أن أسود الأطلس ضمنوا تأهلهم إلى كأس أفريقيا 2024 المقرر إقامتها مطلع العام المقبل في الكوت ديفوار، عقب تصدره للمجموعة 11 برصيد 6 نقاط. أما بخصوص مباراة البيرو فقال وليد أنها لن تكون سهلة في رمضان، سنعطي الفرصة لباقي اللاعبين من أجل الثقة ومن أجل الحصول على الفرصة التي يستحقونها. يوما بعد يوم يؤكد المنتخب الوطني على أنه أصبح رقما صعبا على باقي منتخبات العالم، حيث شهدناه في مونديال قطر وهو يسحق منتخب بلجيكا في دور المجموعات، وتعادل أمام كرواتيا، وفوز أمام كندا، وإقصاء منتخب إسبانيا ومنتخب البرتغال،
وها هو اليوم يفوز على المنتخب البرازيلي المصنف الأول عالميا، ليؤكد أن ما فعله في قطر لم يكن محض صدفة. هنا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم، ولا تنسوا دعمكم لهذه القناة عبر الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تبخلوا علينا بتعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.